دخلت أوضة التشريح ولبست الجوانتي وفتحت الدرج المعدني. رنا كانت هادية زيادة عن اللزوم، وشها شاحب، شعرها مبعتر، وفي رقبتها علامة خفيفة مش واضحة قوي، بس تكفي تقول إن في حد مسكها بعنف. وأنا بجهز الأدوات قلت لوحدي يا رب استر، خلينا نكتب الحقيقة ونخلص. قفلت الدرج نص قفلة عشان أجيب ملف القضية من المكتب. ساعتها سمعت صوت مبحوح طالع كأنه من جوه المعدن. دكتور كريم. اتجمدت. الأداة وقعت من إيدي وخبطت في الترابيزة. بصيت حواليا، مفيش حد. رجعت بصيت للدرج والصوت قال تاني ما تقفلش. قربت ببطء ولقيت عين رنا مفتوحة فتحة صغيرة بس بتبصلي. قلبي وقع، قلت بصوت متقطع مستحيل، انت ميتة. شفايفها اتحركت حركة خفيفة جدا وقالت انا عارفة اني ميتة بس عايزة حقي. اتسندت على الترابيزة عشان ما اقعش وقلت ازاي بتتكلمي؟ قالت مش مهم ازاي، المهم ما تكتبش اللي هم عايزينه. قلت هم مين؟ قالت بسرعة كأن الوقت بيجري اللي ماسكينه عشان بريء، القاتل الحقيقي لابس وش محترم وداخل المستشفى اكتر منك. كلمة داخل المستشفى خبطتني، يعني اللي عملها قريب، ممكن يعدي من قدامي كل يوم.